بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. معنا السهم القيادي اي فاينانس. طبعا ده في اي جي اكس 30. السهم هو ارتد معنا من عند المكان ده، وده كانت نسبة 61 لكامل الصعود. طيب الفكرة، هل هو هيكمل من هنا ويطلع، ولا هيفضل يمشور فينا رايح جاي في المكان ده، وفي النهاية يروح ينزل يكسر القاع بتاع 15.90؟ طيب نبص كده، هو نازل معانا ازاي. هو نازل معانا تصحيحات مركبة. عادي كده دبليو، عادي بعد كده اكس، بعد كده واي. طيب واللي احنا عملناها دي اعتقد ان دي مش صعود، بس مجرد بس ارتدادة. وهنفضل نازلين كده في المكان العرضي ده، يعني ممكن نعمل فترة في المكان العرضي ده كده اهو، كده كده. بعد كده نروح ننزل نكسر المكان العرضي ده. تمام. وبعد كده نبدأ نصعد صعود قوي ان شاء الله في سهم اي فاينانس. تمام. هو دخل فيه قوة شرائية، ما احنا ما قلناش حاجة، هو فعلا دخلت فيه قوة شرائية زي ما احنا شايفين. وفي فوليوم دخل فيه في السهم، وفي ناس اشترت فيه، وفي ميكر الظاهر بدأ يجمع فيه. بس الفكرة، هل الميكر ده اللي اشترى في السهم ده، هل هو بالساهل كده بيطلع معانا وبالساهل كده بيعمل لنا صعود، ولا يفضل كده زي ما احنا شايفين كده القبضة الكويتية؟ سهم برضه سهم مؤسسات وسهم كويس، لكن بيطلع عينينا وبيعمل ياخد لنا يعني في المكان العرضي. القبضة الكويتية خد سنة كاملة في المكان العرضي ده. في النهاية راح نزل كسر المكان العرضي ده وعمل لنا هبوط وكسر لنا القاع بتاع آخر ارتداد ده. فالفكرة زي كده بالظبط. الفكرة ان هو يعني احنا ناخد برضو، يعني اتعلمنا الدرس من بتاع القبضة الكويتية. تمام. فهنا احنا شايفين برضو في سلبية ظهرت معانا. السلبية ظهرت معانا ازاي؟ ان اغلاق اسبوعي زي ما انتم شايفين كده، شمعة اسبوعية تعتبر هنا اهي، شمعة سيئة. تمام. اهي الشمعة دي تعتبر ما عملتش حاجة. الشمعة دي اغلاق سيء. دايما الاغلاق الاسبوعي هو اللي بيكشف الدنيا، وهو اللي بيفضح الدنيا بالنسبة للهبوط او الصعود. فاحنا هنا عملنا عملنا سحبنا السيولة من من القمة دي. الشمعة دي اللي احنا شايفينها الاسبوع ده اهو، اللي هي شمعة كده عاملة زي الشوتنج ستار. دي شمعة سلبية، والشمعة دي نهايتها هيفضل في المكان ده العرضي، ياخد بقى كام شهر، ياخد سنة في المكان ده. وفي النهاية هينزل يكسر القاع برضو، وبعد كده يخش على دعومات تانية، وبعد كده يبدأ يصعد ان شاء الله. فانا كذا حد سألني عليه السهم ده، فقلنا له ان هو لازم يكسر معنا القاعدة. هو طبعا حافظ عليه كذا مرة وارتد منه وعمل لنا صعود. طيب الصعود ده هل هو هيكمل؟ اعتقد ان هو مش هيكمل الصعود ده، وهينزل في النهاية يكسر معنا القاعدة. فسهم ايه فاينانس يعني في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، يعني ما هو الا مضيعة وقت وخلاص. هيفضل رايح جاي في المكان ده وياخد فيه شهور، وفي النهاية هينزل يكسر القاعدة. فهو دخل في فوليوم وكل حاجة، وفي بداية تجميع، بس التجميع ده او الميكر اللي بيجمع فيه مش هيطلع معانا بسهولة. مش هيطلع بالسهم بسهولة غير لما يستحوذ على اكبر عدد من الاسهم، يعني ويعمله ويطفش كل الناس اللي شارين في السهم، ويخلي الناس كلها اللي شارين في السهم اللي شارين في القمة لما يطفشهم خالص، وايه ويخليهم يبيعوا بخسارة، اللولا ما هيحصل صعود في السهم. ونتذكر دايما القبضة الكويتية واللي حاصل فيها حاليا. فده من البداية اهو، عشان ناخد بالنا يعني، ونشوف ايه هيعمل معانا. فهناخد بالنا وناخد العبرة من فين؟ من القبضة الكويتية واللي بيحصل فيها. فاحنا نتوقع ان السهم ده برضو هيكرر نفس المأساة بتاعت القبضة الكويتية. القبضة الكويتية عمل لنا الخطوة دي وخلصنا. يعني انت لو انت مثلا من رأيي كنت محتار ان انت عايز تشتري ايه فاينانس، يعني انت عايز مثلا سهم في اي جي اكس 30، وكنت محتار بين اي فاينانس وسهم تاني، فممكن تشتري القبضة الكويتية. القبضة الكويتية يعني عمل المطلوب منه، نزل وكسر الدعم وكل حاجة، والمفروض حاليا يبدأ يرتد معانا. اما اي فاينانس فهو هيكرر نفس المأساة بتاعت القبضة الكويتية.
طيب برضو في يعني في حاجة اسمها فشل النموذج او فشل التحليل. فشل التحليل ده ايه؟ يعني انت مثلا اشتريته من القاعدة، تمام، وصعد معك الصعود ده، انت ممكن هنا تجني ربحك خلاص عند اهو. يعني احنا لسه برضو ما هبطناش هبوط القوي، ممكن تجني ربحك. هتبدأ تدخل تاني امتى؟ يعني يعني من نصيحة من الآخر لما انصحها لك دي، انت هتبيعه في الأماكن دي، هتدخل تاني امتى؟ لما يخترق 19 41 أو شمعة الأسبوع دي، يعني شمعة الأسبوع السيئة السلبية دي، لما يخترق 19 41 كده أنا باشا نخش كلنا نخش في السهم ده، تمام. لا هو مش قاعد كده يعني، عامل كده اتجاه عرضي تحت الشمعة دي اهي 19 41، شغال لي تداول تحتيها، يبقى خلاص السهم ده مش معانا. يعني دي خلاصة الكلام في سهم اي فاينانس، تمام. الشمعة دي يعني هو شغال لي تداول تحتيها اهو، ليه النهاردة داخلين في كام، في تاني اسبوع تحت الشمعة دي. وما اعتقدش ان هو هيصعد عليها، يعني خلاص هو حاليا هيتضح ان هو بيوشه لتحت يعني. فاحنا خلاص بايعين السهم ده، يطلع اعلى 19 41 نشتريه تاني، يعمل لنا اختراق للشمعة دي وفوليوم، نبدأ نشتريه تاني. غير كده هنشتريه تاني امتى؟ مش لما ينزل الاماكن دي ويبدأ يرتد ويبدأ يصعد مش عارفه، لما يكسر القاع اللي هو عند 15 98 نبدأ نشتري في السهم ده. واحنا كده مش هنضيع اي وقت معاه، ومش هنخش خالص في السهم ده غير في الرمية الأخيرة اللي هي بتبقى الرمية العنيفة والهبوط العنيف اللي هو بيكون في الآخر، زي اللي حصل في القبضة الكويتية. فدي نصيحتي في اي فاينانس، وشكرا جزيلا.